السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي يشوفني ويتابعني على قناة تحيات أسماء. النهاردة هنعمل خلطة حلوة جدا جدا لتسمين الفراخ، وازاي ان احنا نحافظ على انتاج البيض بتاعها في اليومين بتوع البرد دول. يعني ناس كتيرة كانت بتقول او سألتني ان الفراخ قطعت، فراخ بيضت كذا بيضة وقامت قطعة بعد كده ما بتبيضش. انا عايزة اقول لكم الاكل الكويس هو اللي بيساعد الفرخة على انها تبيض، او انها العنقود البيض بيخلص بسرعة، بيفضل يكر بيض طول الموسم بتاعه. يعني في فراخ تفضل تبيض دلوقتي في موسم الشتاء اللي احنا فيه، وتحصل الموسم الجديد اللي هو ان شاء الله يبدأ في اخر 3 الموسم الجديد يا جماعة. خلاص لما الجو يبتدي يدفي يبقى يبتدي موسم التزاوج، يعني كل الطيور بتبتدي تكر بيض. فاحنا ان شاء الله هنعمل خلطة. انا عايزة اقول لكم انا باكل الفراخ عندي مع البط الصبح واخر النهار، ومع ذلك ببقى عامله لهم طقه لوحدهم. يعني بقوم ماسكه الفراخ عازلها لوحدها بعيد عن البط واعمل لهم خلطه. اي خلطه عندك متوفره، احنا مش هنقول هنهلك ميزانيه البيت ولا حاجه. يعني مثلا الذره متوفر عندي، ما فيش بيت خالي من الذره. انا يعني انا دايما الذره موجوده عندي باستمرار، لان ما بستغناش عنه علشان البط والفراخ على طول باستمرار، سواء خشن او ناعم. انا جايبه الذره اللي هي الخشنه دي يعني اخشن حاجه في الذره، جايباها علشان طبعا الطيور اللي بياكلوها كبار ما همش صغيرين. عندي العيش مقطعاه. انا بفضل قوي ان انا اكل الفراخ او اكل البط الاكل الناشف، بس احيانا بيستدعي ان انت لازم تحطي ميه على الاكل، خصوصا للبط. البط مش اكيل قوي في الناشف. يعني لو احط رجيع واحط عيش واحط رز واحط سمك والهال كده كله، لابد انك تنسمي الاكل بميه، تنسميه يعني تجيبي شويه ميه صغيرين وتلفي الاكل كله مع بعضه. بس الفراخ طبعا مستحب انها يعني الاكل الناشف للفراخ كويس جدا جدا. فانا عندي هنا العيش مقطعاه، والفلفل الحامي ده لازم. الفلفل الحامي يعني الحاجه لما بتكون حاميه وحارقه للفراخ بتديهم احساس بالدفى، وبتخلي الشهيه بتاعتهم فاتحه، بتبقى مفتوحه على الاكل على طول، وبتموت اي جراثيم. يعني كتير الحاجات الحارقه مفيده جدا جدا ومضاد حيوي طبيعي للفراخ بالذات. عندي كمان ياهو بصل حراق مقطعاه، والفلفل الحراق برضو مع البصل. عندي رز بايت، ده بايت من امبارح، فلقمة اي لقمة رز بتبات عندي، فانا بحاول ان احافظ عليها خصوصا للفراخ. فهنحط كل المكونات دي كلها على بعضها. الرز اهو، الرز منسماه بالميه، منسماه يعني يفك بس من بعضه كده. والفلفل والبصل لازم يكون حامي، البصل حامي والفلفل حامي والذره فكل ده ناشف. هنبتدي نلف كل ده مع بعضه كده. التوليفه دي جميله جدا 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 للفراخ. انا مش بعمل بس عشان التصوير وبس ومره وكده وخلاص، لا، ببقى حريصه عشان احافظ على انتاج البيض بتاع الفراخ. يعني بجد الواحد بيبقى محتاج البيض، يعني بيبقى في عرض بيضه. فانا حتى لو الواحد حاسس ان البيض قل شويه بيبتدي يفكر بقى، يعني ايه السبب ان يخلي الفراخ انتاج البيض بتاعها بيقل؟ هل الاكل الواحد مقصر فيه؟ وده طبعا في المقدمه رقم 1 الاكل، ان انت تكوني مقصره في الاكل، لان الاكل هو اساس انتاج البيض، هو الاساس في ان الفرخه بتكون عنقود البيض في الشهر الثالث. ففي الشهر الثالث لازم تتغذي الفرخه جامد جدا. لو الفرخه مثلا بتاكل كتير وتحس انها خفيفه بيبقى عندها ديدان. الديدان دي ابسط حاجه هتغلي شويه شيح، الشيح بيقضي على الديدان وفاتح للشاي، وفي حاجات كتيره جدا جدا مفيده واتكلمنا عليه، وهو في متناول ايدك، ما هواش غالي ولا حاجه. هتقومي غاليه معلقه شيح وتحطها في سقايه الميه، ده هيقضي على ديدان خالص وفاتح شايه لهم. تاني حاجه، لو انت حاسه ان الفرخه مثلا غابت عندك ما بتبيضش، يعني قعدت اكتر من 6 شهور وما بيضتش، فهتقومي لا ما بيضتش، يبقى برضو الاكل ان انت مقصره في الاكل، هتبتدي تنوعي في الاكل بقى. هتحطي رز شعير طبعا في المقدمه يا جماعه. انا ما حطيتش رز شعير لان مش محتاجاه، هو موجود عندي ولكن انا مش محتاجه احطه. المكونات دي جميله جدا جدا ومفيده. هتحطي انت لو الفرخه غابت عندك وما بيضتش هتحطي رز شعير. رز الشعير ده الواحد اللي بجد وعلى ضمانتي انا، لان انا مجرباه، ودي اساسا حاجه من زمان جدا.
امهاتنا واجدادنا معودينا على رز الشعير، فاحنا كده على طول تلقائي رز الشعير هو فاتح جيد جدا جدا ومكون جيد جدا لعنقود البيض. ده كان الفيديو بتاع النهارده، بتمنى ان هو يعجبكم، يا رب اكون قلت حاجه مفيده. ما تنسوش اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل لي اشتراك، يعمل لي لايك، يفعل الجرس. مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو. كانت معاكم اسماء من حته اسماء، اشوفكم بالف خير. صلوا 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 على رسول الله، على النبي صلوا، صلاتنا توصل.